منذ مدة وعبد الرحيم يرتاد على مقهى للإنترنت قصد البحث عن قطعة أرض تناسب وضعه الاجتماعي ومدخوله الشهري. أخيرا عرض مغرم بأحد مواقع بيع العقار على الإنترنت بثمن مناسب لكن بعقد عرفي، وفورا الاتصال بمالك الأرض لتحديد الموعد. خويا عندك إينافونس في هاديك نيست بوان ان تي ولا في سيدي موسى نقدرو ندوزو نشوفوه. 10 ونص. والله تعيط لي ونقول لك وين تلاقي لي ان شاء الله. على ربي. واش فيه كوارط خونا؟ صافي تابعي. ويجوز في الكتابة نورمال. نورمال انا واقف. اسكو الأمور القانونية واضحة؟ لا واضحة ما كاش مشكل. ماشي جلستني تما ما كاش مشكل. ماشي مشكل، غدوة إن شاء الله نقصرها على كل حال. ما كاش مشكل خويا. راني نعيط لك إن شاء الله غدوة 10 ونص إن شاء الله. ان شاء الله. إغراءات مالك الأرض لعبد الرحيم دفعته إلى التنقل إلى المكان، ولكن عرض بيع صاحب العقار لقطعة أرضه بعقد عرفي غير موثق جعلت عملية الشراء تأخذ منحا آخر، والوجهة الاستفسار عن الأرض لدى مصالح البلدية. الوثيقة الغير رسمية اللي فيها الطابع الجبائي عند الكتاب العموميين، هذه وثيقة غير رسمية غير معترف بها، وما تسمحش للمواطن ولا المستفيد ولا الشاري أنه يشيد عليها بناية، وبالنتيجة راح يتعرض للإجراءات المعمول بها في القانون، أنه مادام ما عندوش رخصة البناء فعملية الهدم تاع البناية تاعو هي عملية يعني أوتوماتيكية ومباشرة. وللتحقق أكثر من الوضعية القانونية للمشتري بعقد عرفي وجهتنا الموثق، وهناك صبت كل الإجابات في خانة عملية اكتتاب غير قانونية. في الحقيقة يعني في الآونة الأخيرة سمعنا كثير من المواطنين راهم يتجهوا نحو شراء عقارات في ما يسمى بابي تمبري أو ما يسمى بالوثائق العرفية هذه. بالنسبة لنا يعني حاليا أن هذه الوثائق العرفية غير معترف بها لا على مستوى القضاء، وما عندها حتى حجيه يعني بالنسبه لنا كموثقين في العمل تاعنا، وما تقدرش ترتب حتى اثار قانونيه بالنسبه للحقوق اللي قادره تنجر، واكثر من ذلك قد تؤدي الى نزاعات راح تخسر فيها دراهم الناس وتخسر فيها يعني اشياء كثيره جدا. الفوضى التي يشهدها سوق العقار من غلاء في الأسعار ومضاربة سمحت ببروز ممارسات سلبية وطرق بيع غير قانونية، غالبا ما يكون ضحيتها الراغبون في الحصول على مسكن بأرخص الأثمان.